صباح الخير. من الحاجات اللي مهمة قوي انك تعرفها وانت بتبدأ اي مجال جديد ان مفيش حاجة اسمها follow your passion. مفيش حاجة اسمها اتبع شغفك. واللي انا بقوله لك ده مش دعوة للسلبية او اليأس، لكن انا عايزة احطك على اول الطريق الصح. انا عايزة احطك على ارض الواقع اللي كلنا جايين لك منها، وبنقول لك ان اتباع الشغف مش ببلاش. ولما اقول لك مش ببلاش، معنى كده ان شغفك محتاج فلوس علشان تتبعه فعلا، ومش فلوس قليلة. وهقول لك ليه. مش بس فلوس، شغفك كمان محتاج صبر. تعالى بقى همسك لك الحاجتين دول وافصصهم لك واحدة واحدة. لما زمان كنا قدك كده لسه بنبدأ حياتنا، او عندنا كارير ثابت بيجيب لنا دخل ثابت، وفجأة شغل التنمية البشرية لعب في دماغنا وقعد يقول لك اتبع حلمك، سيب شغلك، لو انت مخنوق معرفش ايه بلا 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 والكلام ده. ضحك علينا بيه. انا بقول لكم بصراحه شديده، ناس كتير من اللي كنا بنتفرج عليهم واللي كانوا بيسخنونا عن الموضوع بجد اتضحك علينا من كلامهم. انا هحكي لك النهارده تجربتي الشخصيه في اتباع الشغف. في 2008 انا كنت شغاله في شركه باخد مرتب كويس جدا، وكنت بشتغل في حاجه ليها برضو علاقه بالماركتنج، لكن كنت لسه ما تعمقتش في الموضوع زي دلوقتي. لما بدات اشوف الفيديوهات اللي بقول لك فيها دي سخنت. كنت لسه صغيره وخبرتي كانت قليله، وكنت فاكره اني ممكن احقق حاجه من ورا كل الكلام اللي بيتقال ده. بدات اخد كورسز في الحاجه اللي المفروض ان انا حسيت ان انا هي دي شغفي وان انا عايزه اتبعها. زياده على التاكيد في الشغف، استقلت من الوظيفه اللي انا كنت فيها بعد ما قعدت فيها مده كبيره جدا وكنت شاطره قوي فيها. فجاه اكتشفت انه مصر كانت لسه جديده في مجال الديجيتال ماركتنج بشكل عام، ما اقتحمتش مجال التجاره الالكترونيه قوي. ما كانش لسه موضوع السوشيال ميديا ماركتنج بقى موجود يعني بقى موجود بالمعنى اللي انت فاهمه دلوقتي، لان السوشيال ميديا كانت اصلا لسه في وقتها، لسه في البدايه. لقيت نفسي قدام ازمه كبيره قوي. انا مش لاقي حد في مصر يدربني تدريب صح يخليني بروفيشنال، وبالتالي ده خلاني الجا لمدربين بره. ده استهلك مني جزء كبير من مدخراتي اللي انا كنت محوشاها من ايام الوظيفه اللي انا كنت بشتغل فيها. تاني حاجه، اكتشفت ان السوق المصري لسه ما استوعبش يعني ايه ديجيتال ماركتنج اصلا. وقتها كان لسه مصطلح تسويق الكتروني جديد على مسامع الناس، وكله فاكره ان هو نصب. وبالتالي والحاجه اللي ما قدرتش ان انا فعلا اواجهها في الوقت ده او انهارت قدامها، هي فكره ان انا مش قادره اطبق اللي انا اخدته عملي. وهنا وقعت في الفخ اللي كتير منكم بيقع فيه في بدايه رحلته، اني اخدت كورسات غاليه قوي لكن ما كانتش فيها تطبيق عملي بشكل كافي، وفي نفس الوقت انا كمان مش قادره اوفر لنفسي فرص التدريب اللي تخليني اقدر احترف وانفذ الحاجه اللي انا اتعلمتها دي. قعدت فتره كبيره اعافر، اضطريت بعد فتره ان انا انزل في وظيفه اقل شويه من اللي انا كنت بشتغل فيها، سواء في البوزيشن او السالري. الصدمه الكبيره جدا اللي تعرضت لها في الوقت ده، وهي اني اتاخرت كتير في ان انا ابني الكارير بتاعي في الوقت اللي ناس كتير من اصحابي كانوا سبقوني في مجال السيلز، وبقوا في مكانهم تقال جدا، وبقوا بيشتغلوا في شركات احسن من اللي انا بشتغل فيها بكتير. هنا فهمت ان اتباع الشغف للاسف ورطني، لاني ما كنتش على درايه كامله بالموضوع. تاني حاجه، بدات افقد صبري بعد سنه من ان انا عماله اعافر وادور ومش عارفه انفذ. بدات اكره شغفي ده وتحول لاكتر شيء بيضغط عليا، وبدات اشوف ان هو الحاجه اللي استنزفت وقتي وفلوسي. مش بس كده، ده استنزف مني طاقه جسديه وذهنيه كبيره جدا. في اللحظه دي انا كان لازم اخد القرار، افهم ان اتباع الشغف محتاج خطه. علشان كده خليني اقول لك شويه نصايح علشان لو عندك شغف تعرف تمشي وراه صح، وانت فاتح بيتك وعندك فلوس موفره لك الامان اللي يخليك تعرف تتبع اي حاجه بقى براحتك. اول نصيحه، لو سمحت ما تسيبش شغلك الحالي. انا عارفه ان انت مضغوط والاتش ار خانقك ومش عارف تاخد منهم الاوفر تايم اللي انت بتتخانق عليه، عمولاتك بتتاخر، كل ده انا متفهماه، صدقني جايلك من هناك وحاسه بيك. لكن برضو اوعى تسيب شغلك اللي بيوفر لك جزء من الدخل الثابت اللي قادر تفتح بيه بيتك او تصرف بيه على دراستك، علشان خاطر حياتك ما تتعطلش. صدقني لو قعدت في البيت ومفيش معاك فلوس تصرف وتتعلم، محدش هيقف جنبك، واللي هيقف جنبك هتبقى معاك بجميله. فبلاش تقضيها جمايل كده من بدايه رحلتك، وافهم ان شغلك هو سلاحك اللي هيقدر يخليك عايش كويس، وفي نفس الوقت هيخليك قادر تتبع الشغف بتاعك بانك تاخد كل الكورسز والتدريبات اللي انت محتاجها. مش بس كده، انك لو ما لقيتش كمان فرصه تدريب عملي تقدر انت تدفع على التدريب العملي من جيبك، وده امر وارد بنتعرض له واتحطينا فيه. تاني حاجه، اوصيك بالصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، ونزود عليهم واحدة رابعة كمان، الصبر. مفيش حاجة بتتبني فجأة، مفيش حاجة بتتولد كبيرة. انت محتاج تاخد وقتك، تتعلم كويس، تقيم الماتيريال اللي انت اتعلمتها من 1 و2 و3،
تسمع الموضوع من أكتر من وجهة نظر، بشكل عملي مرة، بشكل أكاديمي مرة، تطبق ده وتطبق ده، وتدرس سوقك كويس وتشوف الأنسب لك في السوق اللي انت فيه أو بتطبق فيه الشغف بتاعك ده أيا كان هو ايه. اعمل لنفسك حاجة اسمها خطة السنة الأولى First Year Plan. الخطة دي هتمشي عليها لمدة سنة، هتدي وقت معين لمرحلة التعلم، وقت معين لمرحلة التدريب والفشل، ووقت معين لمرحلة التقييم، وبعد كده تقدر تحكم هل ده فعلا كان شغفك ولا انت استثمرت جزء من وقتك انك تجمع شوية خبرة كويسين ممكن بعد كده تستخدمهم في حاجة جديدة او في شغف جديد او تطور نفسك بيهم في اي حاجة تانية. مش عيب ابدا انك تتعلم حاجة وما تشتغلش بيها، ومش عيب انك تتعلم حاجة وتكون فاكرها شغف فعلا لكن تكتشف ان هي مش مناسبة لقدراتك. خليني بقى هتكلم معاك في موضوع ايه مناسب وايه مش مناسب لقدراتك ده في الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو بتشوفني على السوشيال ميديا اعمل بقى شير واكسبلور وبلا بلا بلا الكلام ده كله. يلا.